بحب واحد وجي يتقدم لي وابويا رافض لحد دلوقتي، ما اناش عارفه اعمل ايه. انا يتلام عليا لو انا رحت اتجوزت من وراهم؟ انت واحد متقدم لك ايوه. وابوك رافض يعني؟ اه. اه. هو شغال ايه؟ هو لسه هيشتغل يعني لسه هيشتغل. اه. اه. واهله لما جم معاهم كان الكلام مع ابوك ايه؟ ما هو اهله مش موافقين برضه، هو جاي اهله مش لوحده. موافقين وهو مش شغال. بس هو بيحبني وانا بحبه. وانت بتحبيه وهو بيحبك. حبك بص. انت عقلك فين ولا دينك فين وعاوزه تعمل ايه؟ فايه لو انا هربت واتجوزت معاه؟ الزواج باطل. زواجك باطل محرم حرام. ايما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فزواجها باطل. انت كده بترتكب محرم، وابوكي له حق يقاضيكي ويقاضي الراجل انت اللي هياخدك، لان هيتجوز واحده قاصر. انت عقلك فايت وعقلك محلول. انت بني ادمه عاوزه صوامال مخك تضرب من اول وجديد. انت عاوزه مخك تضرب من اول وجديد. انت عاوزه علقه من هو انا بقول على حاجه حرام؟ ده انا بقول هتجوز. حرام طبعا. ايما امرأة تزوجت، ده حبيبك النبي اللي بيقول كده. حبيبك النبي بيقول لك ايما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فزواجها باطل. لما هتتجوز من ورا ابوك زواجك باطل. ابوك ده اللي بيدور على حالك وعلى مصلحتك. لما تبيعيه وتاخدي شاب زي كده لا له اصل ولا له فصل ولا له شغلانه ولا له دنيا، يبقى انت عقلك محلول. ارجع لعقلك وكبري مخك. وانت يا استاذ بتكسر مقاديف. يعني فكري في كلامي. فكري في الكلام ده مش هتلاقيه بعد كده. فكري لان هتندمي في وقت مش هينفع فيه الندم.